مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ما يقطع علينا عادة ولا يحرمنا منكم ولا يحرمكم مني. السنة دي رامز جلال من الوجبات الأساسية اللي هتكون في رمضان واللي كلنا دايما بنستناها، سواء متفقين مع رامز جلال وأفكاره ومقالبه المجنونة أو حتى مختلفين معاه. رامز جلال السنة دي عامل برنامجين في برنامج واحد. يعني إيه برنامجين في برنامج واحد؟ تعال أقول لك. رامز جلال عشان عارف ان النجوم بيبلغوا بعض بفكره البرنامج اول باول، فبيبتدي ان النجوم راح البرنامج بتبقى عارفه الفكره، فبيبان ان النجوم مستعده للصدمه، ما لهمش الذهول اللي ممكن تتخيلوا انه في حد بيتعمل معاه مقلب زي ده. رامز جلال عامل 15 حلقه مقلب وفكره، و15 حلقه تاني مقلب وفكره تانيه خالص، وهيبتدي ان هو يدمجهم في بعض في ال 30 يوم في شهر رمضان. الفكره الاولانيه انه رامز جلال هيستضيف النجوم في حلبة مصارعة ومصارعة تيران زي ما انتوا شفتوا البوستر اللي نزل. والجزء الثاني رامز جلال عامل مقلب في فكرة مقلب ومطعم فوق في السماء، ودي فكرة مجنونة شوية، ورامز جلال حابب ان هو يكون اكتر من فكرة عشان يبتدي يعمل حاجة مختلفة السنة دي. برضه انا هقول لك السنه دي ابرز النجوم اللي هيكونوا مع رامز جلال، بس مش هقول لك كلهم طبعا عشان ما احرقش النجوم. هقول لك على حوالي 10 اسماء منهم او 15 اسم. اول اسم معانا محمد رمضان هيكون موجود مع رامز جلال، والاسم التاني محمد فؤاد، وفاء عامر، نسرين امين، بسنت شوقي، ومحمد فراج، ومجموعه من لعيبه الكره ابرزهم كهربا واحمد عبد القادر لاعب الاهلي، وامام عاشور لاعب الزمالك السابق، والحكم الدولي ابراهيم نور الدين. دي ملخص كده لفكرة رامز جلال السنة دي، واستنوا فيديوهات كتيرة عشان رمضان قرب والكواليس والحكايات هتبقى كتيرة جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.